المشكله ليه بتحصل؟ الناس كتير قوي ما بتوصلش لاهدافها، تفضل تعمل دايت وكده وبشكل عشوائي ما بتوصلش، لانه بكل بساطه حاسب بروتين وكارب وفات بس. طب ازاي اصلا انت حاسب دول وفي عوامل كتير جدا مؤثره؟ اتكلمنا على اول حاجه اللي هو مثلا زي الصوديوم، وبعد كده قلنا ان هو لو قل اللي هيحصل هتلاقي ان الاعصاب ما بقتش فايقه وان الجسم بقى تعبان ويحصل خمول واعصابك وعضلاتك كل الكلام ده. فهل ينفع احنا نقطع صوديوم؟ ما ينفعش. طب هل احنا هندخل كتير قوي؟ برضه ما ينفعش، احنا لازم نكون حاسبينها. فاحتياجنا كام صوديوم؟ 2400 مللي جرام في اليوم. ممكن يكون اقل، ممكن يكون اكتر. اقل لو حد عنده ضغط، اكتر لو حد مثلا بيلعب تمرين كتير جدا وبيعرق مثلا كتير بسبب انه مثلا في اجواء حر وكده. فقلنا ان دايما بيبقى فيه رينج، والرينج ده انت بتقلل عنه او بتزود عنه بناء على الكيس اللي قدامك. فكل حاجه انت بتبقى عارف الرينجز، الصوديوم ده هيديك قد ايه، جسمك محتاج منه قد ايه، وانت بناء على الكيس انت بتفكر كده اتلاعب معاه ازاي. فهو مفيش حاجه ثابته، مفيش حاجه ثابته. انت بدماغك انت بتعرف القواعد، وانت بدماغك بتعرف الحاجه المناسبه لكل كلاينت مختلف معاك. الاستجابه سواء عضليه او ان هو يخس، عشان هو ما بيحسبش حاجات صغيره. التفاصيل الصغيره دي هي اللي بتخليك في الاخر توصل لاعلى برفورمانس وتحقق احسن ترانسفورميشن في اقل وقت ممكن.